الحالة الأولى حالة تلبس الشخص بجريمة معينة. الحالة التانية صدور أمر قضائي مسبب من الجهات المختصة يستلزم التحقيق، طبعا مع الأخذ في الاعتبار أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم قانونا يجوز تفتيشه، وده طبقا لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، وده أمر جواز المأمور الضبط القضائي. والجرائم التي يجوز القبض والتفتيش بناء على التلبس بها هي الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، وده طبقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية. ويا ريت نخلي بالنا أنه لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى تنتدب خصيصا لتفتيشها بمعرفة مأمور الضبط القضائي، وده نصت عليه المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. فتشني يا باشا فتشني، تفضل ايدي كلبشني، يلا انا عايزك تدي